فالحمد لله اليوم السلطات العمومية لمدينة الدار البيضاء أعطت الانطلاقة وافتتحت المنشأة الفنية التي تم تشييدها على مستوى شارع محمد السادس في تقاطعه مع كل من شارع إدريس القدس، إدريس الحارثي، الداخلة وأمقلة. وغادي يمكن هذه المنشأة الفنية على المستوى السطح على تسهيل الولوج من والى مدينه الدار البيضاء في اتجاه مدينه مديوله او الاحياء اللي قبل ومن بعد الجسر، وعلى مستوى لتحت في النيفو زيرو غادي يتم التشييد ديال اكبر قطب للتبادل ديال منظومه النقل الجماعي في المسارات الخاصه لمدينه الدار البيضاء، حيث غادي تكون عندنا محطه ديال التراموي من خدمه كازا تراموي والخط الثالث بالتحديد، وعندنا محطه ديال خدمه كازا بيسوي ديال الخط الاول ديال بيسوي بمقربه من مسجد الحسنى. فهذا القطب هذا ديال التبادل غادي يكون كذلك على مقربه من محطات سيارات الاجره ومن مواقف الحافلات اللي غادي تشكل كلهم اكبر قطب للتبادل في هذه المنظومه ديال النقل النقل الجماعي في المسارات الخاصه ديال مدينه الدار البيضاء. دابا حنا غادي نشوفوها، ولكن الدراسات الاوليه كانت كتعطينا على اننا غادي نربحوا من 12 دقيقه حتى 2 دقائق بالنسبه لشارع القدس بطبيعه الحال، وغادي تمكن اننا نتجاوزوا القنطره كلها في اقل من دقيقه. المساله اللي خاصنا نحتفظوا بها الان هو ان نجاعه الجسر والمنشاه ما غادي تكون كامله حتى ان شاء الله نكملوا الاشغال ديال التهيئه اللي عندنا دابا على المستوى الارضي، ونشرعوا حتى في الاستغلال ديال خطوط النقل الجماعي، لا الخط الثالث ولا الخط الاول ديال الباسوي، لان ديك الساعه كاين واحد المجموعه ديال الاشخاص وهذا ما نطمحوا اليه اللي ما غاديش تبقى تستقل وسائل النقل الخاصه، وانما غادي تولي تستقل الخط الثالث والخط الاول، وغادي تدخل ديك الساعه في منظومه النقل ديال مدينه الدار البيضاء ككل. اليوم الحمد لله تم افتتاح الجسر في وجه حركه السير. الاشغال تم الانجاز ديالها في الاجال المحدده. هذا الجسر له اهميه كبيره للتواجد ديالو على احد المداخل الرئيسيه والكبرى لمدينه الدار البيضاء، وسيمكن من تخفيف حركه السير في 4 تقاطعات كبرى للدار البيضاء، هما شارع القدس وشارع الحارثي وشارع الداخله وشارع أمقلة. الجسر يمتد على طول 1100 متر ويرتكز على 16 العمود، والجسر كانت فيه مجموعه من الصعوبات التقنيه في الانجاز، لكن الحمد لله تم توفير ما يكفي من الموارد البشريه والموارد الماديه والتاطير التقني الكافيين الذي مكننا من انجاز هذا المشروع وفق معايير الجوده والسلامه وفي الاجال المحدده. الكلفه الاجماليه ديال المشروع هي 171 مليون ديال الدرهم، والمشروع سيمكن من تخفيف حركه السير بشكل جد ملحوظ، لانه سيمكن من تجاوز اربع تقاطعات كبرى كما ذكرت، اللي هي القدس والداخله وأمقلة والحارثي دون توقف، لانه من قبل كانوا مجموعه 4 تقاطعات اللي العربات كيتوقفوا في 4 شوارع. اليوم السيارات سوف تتمكن من المرور بشكل سلس دون توقف فوق هذه التقاطعات.